حاول تلقط التصوير صح. ارفع راسك يا مكرمي الوسط. خلي بالك قطيان. ثابت. انت اخي تفضل واصل الشيء. ونحن نودع شهداء الواجب، شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم ضحية في سبيل الوطن ضد ميليشيا العدوان. فنرحب على هؤلاء الشهداء، الشهيد العقيد عبد الله حسن أحمد الحمزي رحمة الله تغشاهم، هؤلاء الرجال الأبطال الذين قدموا أرواحهم في سبيل الوطن، ونحن على عهدهم سائرون، وسيظل سنقدم الشهداء تلو الشهداء حتى يتحرر الوطن من هذه العصابة الخبيثة التي سعت في الأرض الفساد. في هذه اللحظات نشيع قائدا من قادات الجيش الوطني الأخ العقيد عبد الله حسن أحمد الحمزي من خيرة رجال المنطقة الخامسة، وقائد كتيبة من كتائب لواء حرس حدود، وكان له دور بارز في المنطقة الخامسة وفي ميدي، وأيضا له دور بارز وكان في إجازة، ولم يتسنى له ذلك أن يعيش في بيته إلا أن لبى داعي الجهاد وداعي النضال وداعي الاستشهاد، فكان في منطقة ملعى لقى ربه في ذلك المكان الذي وقف مجيدا خالدا صابرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رحم الله الشهيد القائد عبد الله الحمزي. نسمع بأنه رجل مجاهد وأنه رجل من المخلصين، نسأل الله أن يتقبله ويجعله في عداد الشهداء. لقد أبلى انحسن في صد الميليشيات الحوثية. شيع العقيد عبد الله الحمزي. كان العقيد بداية حياته رجلا تربويا، فلما أن جاءت عصابة الحوثي ورأى ما تمارسه من تدمير للمساجد ولدور القرآن وللمدارس، أبى إلا أن يلحق انتقل من صف الصف التربوي إلى صف الوطن. فكان الشهيد رحمة الله عليه من ضمن القادة الأبطال المخلصين الصادقين، فكان محبوب عند الجميع، عند جميع القيادة وجميع زملائه وجميع أفراده، فكان لدى الأفراد كالأب. كان دائما رجل سلام، رجل محبة، رجل صادق مخلص، دائما يقف إلى صف المظلومين ودائما مع الحق. كان شعاره دائما: إذا شئت انتصار الحق فاعقب جهاد أبي عبيدة أو المثنى، ودع عنك الذي يسعى لدنيا وإن ذكر الجهاد وإن تغنى.